اكيد انا وانت دلوقتي متفقين ان اسعار الموبايلات مجنونة حاليا. يعني ازاي موبايل فئة متوسطة يبقى ب 30,000 وب 40,000 كمان؟ بس في ظل المنافسة في الاسعار دي كان في جهاز ارقامه على الورق غير معقولة انه يكون جهاز فئة متوسطة، ولما شفت سعره انبهرت اكتر بالجهاز ده. هو اي نعم مش رخيص، بس بيديك امكانيات اكتر بكتير من سعره، وده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. الجهاز ده هو الشاومي 17 تي. هنقارنه بكل الاجهزة اللي بتنافسه سواء كانت في فئته السعرية او اعلى منه، وهنشوف ليه ده ممكن يبقى افضل جهاز ممكن تشتريه حاليا، وهقول لك برضه على الاسباب اللي ممكن تخليك تندم لو اشتريته. الكلام يبان متناقض بس هتفهم ليه خلال الفيديو ده. وقبل ما نبدا انا بجد حابب اشكركم على الدعم اللي بقيت بشوفه في اخر فيديوهات نزلت، واشكر الناس دي تحديدا والشخصين دول بالتحديد جدا لان كومنتاتهم فرحتني قوي بجد. فخليك شخص حلو من اللي بيكتب كومنتات شبه دي. ومن غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد ويلا بينا نبدا. من اكبر الحاجات اللي مميزه للجهاز ده وتفرقه عن اجهزه كتير في الفئه المتوسطه هي الشاشه بتاعته، وده لانها بتيجي من نوع اموليد بحجم 6.59 انش بابعاد 1268 في 2765 بكسل، وبمعدل كثافه بكسلات مهول 460 بكسل لكل انش. الشاشه دي فيها كل الخصائص اللي انت ممكن تحتاجها. HDR10 بلس، الشاشه دي 120 هرتز، فيها كمان معدل تعتيم بيوصل لحد 3840 هرتز BWM ديمنج بتاع حمايه العين. تقف لحد هنا؟ لا، الشاشه دي فيها الدولبي فيجن لتعزيز الرؤيه، ومش بس كده، الشاشه دي 12 بت، يعني بتقدر تعرض تدرجات الوان بتوصل لحد 68 مليار لون. كل الشاشات في الفئه دي اخرها مليار لون بس، فاكيد انت هتبقى اخد تجربه مشاهده ممتازه جدا، خصوصا مع السماعات الاستيريو اللي موجوده في الجهاز. والشاشه الوحيده اللي تقريبا بتنافسه في الكلام ده هي شاشه البوكو X8 برو اللي يعتبر تقريبا نفس البانل، اما بقى اغلب الشاشات التانيه فبتكون 10 بت كلر مليار لون بس، وكثافه البكسلات قريبه برضو 458 او 459 بكسل لكل انش، شبه مثلا في الاونر 600 او الفيفو في 70 او شاشه الاوبو رينو 15. بس اقل شاشه بتنافسه واقل شاشه في الفئه دي هي شاشه السامسونج A57 اللي بتيجي بمعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش. بس نتجاوز النقطه دي لانها مش هتفرق معانا، بس دي تقريبا تاخد افضل شاشه في الفئه المتوسطه. تعال بقى ما نتكلم عن عيب خطير جدا موجود في الجهاز ده، وعيب متداري كده خبيث مفيش حد بيشوفه، الا وهو خامات التصنيع. هو بيجي بطبقه حمايه موجوده على الشاشه الكورنينج جوريلا جلاس 7 اي، وانا تهيألي للوهله الاولى اول ما شفته كده ان الظهر بتاعه ازاز والفريم الومنيوم، بس لا، طلع ان الفريم من البلاستيك والظهر من الفايبر جلاس اللي هو البلاستيك اللي مطعم بالازاز، بينما كل منافسينه بيجوا بظهر من الازاز مع فريم من الالومنيوم. حتى البوكو X8 برو نفسه، بس كمان بيجي بشهاده مقاومه الميه الاي بي 68 اللي بتسمح ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق متر ونص لمده نص ساعه تحت الميه، ودي كل الفئه متعارفه عليها. وكمان موجود في الظهر مستشعر الاي ار بلاستر بتاع التحكم في الاجهزه الكهربائيه. اهم حاجه بقى واللي هتلاقي مفيش جهاز تاني بيقدمها لك بنفس السعر ده هو الاداء، الا لو كان جهاز موجه للالعاب مخصوص. بس انت عندك هنا الدايمنستي 8500 الترا، ده نفس المعالج اللي موجود في البوكو X8 برو اللي موجه للالعاب. واعذرني بقى لما اقول لك ان باقي المنافسين شبه الفيفو في 70 والاوبو رينو 15 والاونر 600 والريلمي 16 برو بلس لو هنحسبه بيجوا كلهم بالسناب دراجون 7 جين 4. حتى السامسونج A57 بيجي بالاكزينوس 1680 وده معادلهم في القوه. ال 8500 الترا بيديك 70% اداء زياده عنهم كلهم. وتاني ده مش جهاز موجه للالعاب شبه البوكو X8 برو، بس بيجي بنفس المعالج بتاعه. وقيس على كده الرامات والذاكره ال LDDR5 واليو اف اس 4.1 اللي موجوده فيه، اللي هتخلي الكلام ده كله كومباتيتيف اكتر، يعني هتحس ان التجربه اليوميه اسلس. وكل الالعاب اللي تتخيلها بقى، يعني بابجي 120 فريم، جنشن امباكت 60 فريم، كول اوف ديوتي 120 فريم، فانت تقريبا اخد اداء يعتبر فلاج شيب. ده غير النقطه الثانيه اللي لسه هكلمك عنها قدام، اللي تخلي الجهاز ده فلاج شيب كيلر بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بس لو كنت وصلت لهنا ولسه ما عملتش لايك فاكيد انا زعلان منك. اما الحاجه اللي هكلمك عنها دلوقتي اللي مكمله التجربه دي هي البطاريه، اللي النسخه العالميه من الجهاز ده بتيجي فيها بسعه 6500 ملي امبير بقدره شحن 67 واط. وللاسف مفيش شحن لاسلكي، بس تقريبا مفيش جهاز تاني بيقدمه في الفئه دي، بس في عندك ريفرس تشارج من السلك بقدره 22.5 واط. البطاريه دي مستريح هتكمل معاك اليوم ونص، ممكن لو استخدامك خفيف كمان تدخل في اليومين. والجهاز الوحيد اللي بيقدم لك بطاريه اكبر منه في الفئه دي هو الاونر 600 اللي بيجي ببطاريه بسعه 7000 ملي امبير. غير كده فباقي الاجهزه بتيجي
بطاريه 6500 ملي امبير زيه برضه زي الفيفو في 70 والبوكو اكس 8 برو والاوبو رينو 15. وطبعا السامسونج اي 57 بيجي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير. واللي بيخلي اجهزه شاومي اللي انا شايف ان هي ما بتتباعش في الوطن العربي بنفس الطريقه المطلوبه، وده اللي مخلي الجهاز ده مش مشهور، هي الواجهه بتاعته. بعد ما حدثوا واجهه الميو اي لسه برضه الناس مقلقه من الهايبر او اس الجديده، وانا متفاهم ليه الناس مقلقه. والجهاز هنا بيجي بنظام تشغيل للاندرويد 16 اللي مبني على واجهه الهايبر او اس 3. وشاومي هنا وعدك برقم كويس من التحديثات لانه بيجي ب5 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت، وبرضه بيدعم الاي سيم والان اف سي. عايزك بقى تربط الحزام وتركز معايا جدا لاننا هنتكلم عن الكاميرات، وصحصح معايا قوي في النقطه دي. سيت اب الكاميرات اللي هنا مكون من عدسه اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، ودي يعتبر اكبر فتحه عدسه في المنافسين لان اغلبهم بيجي بفتحه عدسه اف 1.9. اما بقى العدسه الثانيه دي ودي اللي عليها الهايلايت كله، هي العدسه الثانيه البيريسكوبيك التليفوتو اللي بدقه 50 ميجا بكسل. هتقول لي شفناها كتير شبه الفيفو في 70 والريلمي 16 برو بلس. اقول لك ان في اغلبهم بيديك 3 اكس اوبتيكال زوم، 3.5 اوبتيكال زوم شبه الاوبو رينو 15، او في اجهزه ثانيه ما بتديكش اصلا عدسه تليفوتو شبه الاونر 600 والسامسونج اي 57. بس العدسه اللي هنا بتديك لحد 5 اكس اوبتيكال زوم، زوم حقيقي من السنسور نفسه. والعدسه الثالثه 12 ميجا بكسل اف 2.2 الترا وايد، عدسه عاديه جدا. اما السيلفي فبتيجي بدقه 32 ميجا بكسل. المميز في الجهاز انه بيقدر يصور 4K على 30 فريم، ولو بتصور بالعدسه الاساسيه والعدسه البيريسكوبيك بيقدر يصور على 4K على 60 فريم. وما ننساش كمان ان الكاميرات دي بالتعاون مع لايكا بتاعت الكاميرات المعروفه اللي بتديك فيها كذا مود للتصوير وطلع صور خرافيه جدا لو بتصور حاجات جديده. وعندك مودين للتصوير، اللايكا فايبرانت واللايكا اوثنتيك. الاوثنتيك ده بيدي طابع حزين شويه كده للصوره، بتبقى الالوان فيها غامقه شويه. الفايبرانت ده بتبقى الالوان فاقعه والصوره عامه فاتحه، واغلب الناس بتحب تصور بالفايبرانت. بس في هنا عيب، وده اكتر عيب انا ملاحظه ويمكن انا الوحيد اللي بتكلم عنه، وده من اكتر الحاجات اللي كانت معقداني من اجهزه ريدمي نفسها. مش عارف شاومي ما بتعرفش تعمل معالجه سكين تون كويسه، بتحرق السكين تون كده. ممكن ناس تبقى بتحب طريقه المعالجه دي، بس انا واحد من الناس اللي شايف ان شاومي ما بتعرفش تعملها. انت تشوف الصوره تقول حلوه بس برضه يبقى عندك احساس ان السكين تون دي مش طبيعيه، مش ده وش بني ادم، فاهم؟ لو انت متفق او مختلف معايا في النقطه دي اكتب لي في الكومنتات، لان انا حاسس ان انا الوحيد اللي هتجنن انا اللي بتكلم عن النقطه دي. المهم ان الجهاز هيطلع صور كويسه في اغلب الاحيان برضه، والمنافسين طبعا ليه في الكاميرات هيكون اكيد اولهم الفيفو في 70 والاوبو رينو 15 والاوبو رينو 16 اما ينزل. اما الاونر 600 والسامسونج اي 57 فالاثنين ما بيقدمولكش نفس السيت اب ده، تقريبا بيجوا بعدسه اساسيه وعدسه الترا وايد بس، العدسه المايكرو دي ما تحسبش. وعلى كده بقى لسه هنعمل مقارنات ما بينه وما بين اجهزه الفئه المتوسطه اللي الاس 25 اف اي لازم يكون واحد ما بينهم، لانه برضه بيجي بعدسه تيليفوتو، وده اللي هتشوفه في الفيديوهات الجايه. فتاكد انك عامل سبسكرايب عشان المقارنات دي مش لازم تفوتك يا معلم. واحلى حاجه في تصوير الفيديو هنا انه بيقدر يصور لوج. وبكده نكون قارنا اجهزه الفئه المتوسطه كلها مع الشاومي 17 تي. تعال بقى اما نقارن الاسعار. النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام، ودي اقل نسخه بتيجي مع 12 جيجا رام من الشاومي 17 تي، في مصر بتيجي بسعر 35,000 جنيه ونص. تيجي تبص لجهاز مثلا شبه الفيفو في 70 اللي بنفس النسخه بيجي بكام؟ بسعر 37,000 جنيه. ونفس النسخه من الاوبو رينو 15 مثلا بسعر كام؟ 35,000 جنيه تقريبا. نفس النسخه من الاي 57 بتيجي بكام برضه؟ بسعر 30,000 جنيه برضه. والاس 25 اف اي النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام مش مع 12 بتيجي بسعر حوالي 40,000 جنيه. والريلمي 16 برو بلس بيجي بسعر 28,000 جنيه. والاونر 600 بيجي بسعر 31,000 جنيه برضه. فده اللي مخليني شايف الشاومي 17 تي على الرغم من اني معترض على طريقه معالجه السكين تون بتاعته، الى انه اكتر جهاز متكامل في الفئه المتوسطه. مفيش مثلا قصور في الاداء، لا ده اقوى معالج في سعره، وكمان يعتبر ده اقوى سيت اب كاميرات موجود حاليا، غير ان احنا لسه هنشوف مقارنات كاميراته مع كاميرات الاجهزه التانيه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس حاليا على الورق ده اكتر جهاز مرشح كقيمه مقابل سعر بالنسبه لي. الفيفو في 70 ب 37,000 والاوبو رينو 15 تقريبا نفس سعره. ولو وصلت للنقطه دي من الفيديو عايزك تنزل دلوقتي حالا تكتب لي عاش في الكومنت، لان انا هعرف ان انت من اخواتي اللي بيكملوا الفيديو للاخر. ولو متفق معايا او مختلف معايا عايزك تكتب لي رايك في الجهاز ده تحت في الكومنتات. ويلا اشوفك الفيديو الجاي. ما تنسانيش بقى من الشير
شير لايك كومنت سبسكرايب وشويه الحاجات الحلوه دي، ويلا اشوفك الفيديو الجاي. سلام.